علم من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر التمديد في أجل الاحتفاظ بسلم شبوب لمدة 5 أيام جديدة على ذمة الأبحاث. ووفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، فإن قرار التمديد جاء على إثر العثور بمنزله بعد تفتيشه على مبالغ مالية متفاوتة بالدينار التونسي والعملة الأجنبية وكميات كبيرة من مادة مخدرة وميزان، علاوة على وثائق مختلفة تم الإذن بحجزها جميعها. وما زالت الأبحاث جارية في ذات الملف. وللتذكير فإنه وتبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودة على ذمة القضية، وبتقدم الأبحاث أذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف ومنذ أيام بالاحتفاظ بسلم شبوب على ذمة القضية، والتي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.